ليه؟ ليه بجد؟ عشمتني وغدرت بيا ليه؟ انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ الزمالك السنه دي بقياده معتمد جمال المحترم عامل زي ايه؟ عامل زي الطالب في ثانويه عامه اللي عمال يذاكر 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 ويجد ويجيب النهايه. يجي عليه من الامتحان، يوم الامتحان النهائي بقى اللي هو تحديد المصير، اللي هو بناء عليه يعني بناء على الامتحان ده هيقوم عليه مستقبله وهيدخل الكليه اللي بيحلم بيها. الامتحان ده اللي هو الساعتين، يدخل اللجنه، يفتح الورقه، يكتب اسمه رقم جلوسه، يقفل الورقه، ينام، يصحى على تسليم الورقه. حل يا ابني. لا، ما انا نسيت، اصل انا متوتر، عندي ستريس، مش هقدر احل. ما بعد تعب. عشمتونا ليه من الاول؟ انت يا ابني احنا خسرانين البطوله دي من واحنا هناك في الجزائر اصلا. هتكمل الفرص الهائله اللي ضيعناها هناك في الجزائر، ومن الدقيقه 2 ربنا كرمك وتتقدم بالهدف الاول هنا في مصر من ضربه جزاء. يا معتمد يا جمال، عمال تدافع، عمال تامن، انت اللي مضغوط. ادائك على ملعبك وفي وسط جمهورك بتلاعب نادي، مع كامل احترامي، لو انبي اللي واكل من الاهلي 3 هو ده، لو كان بيلعبه كان كسبه في الجزائر وفي مصر، نادي اصلا ال 15 في الدوري الجزائري. يعني هيشارك في افريقيا ولا الكونفدراليه السنه دي اللي انت ما بتسمعش عنه حاجه اصلا، بينافس على الهبوط. تخيل النادي ده كسبك وعلى ملعبك من ضربات الجزاء، انت اللي عملت كده في نفسك. ربنا يستر يوم الاربع، خلي بالك الاربع، بس هو ده اللي احنا كلنا كمشجعين الزمالك كنا حاسين بيه، ولكن كان في ناس كتير جدا فئه تانيه كانت متفائله. تعبت الناس معاك من اول الموسم، التعب ده هيروح على الفاضي؟ التعب ده هيروح هدر؟ الناس اللي سندتك، ال60,000 اللي سندوك وجم وزينوا لك الاستاد وعملوا استقبال ليك كبير وبتدعمك من اول ماتش لاخر ماتش، احنا ما كناش مستنيين منك حاجه اصلا. تيجي في الاخر، اخر التورته، الكريزه تشيلها وتحط مكانها طينه. في ايه بجد؟ انا بقول الكلام ده دلوقتي لان احنا عندنا مباراه امام نادي سيراميكا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله باذن الله، ومحتاجين نقطه وحيده تفصلنا عن بطوله الدوري. تصدق وتؤمن بالله ربنا يسترها على ماتش سيراميكا مصر، عشان جمهور الزمالك بقى يجي له امراض الدنيا، بقى يجي له من المعاناه الكبيره اللي هم بيعانوها. في اخر الفيديو مش عندي حاجه اقولها لك غير حاجه واحده بس: كل التوفيق وكل الدعم ليك امام سيراميكا يوم الاربعاء، وفوزك بلقب الدوري هينسي الجمهور خسارتك لنهائي الكونفدراليه من اتحاد العاصمه المتواضع، وتعبك وشقاك اللي فات كل ده هينسينا كل حاجه. نقطه واحده: انسى كل اللي فات وركز على الامل الوحيد اللي متبقي لك. الكونفدراليه ما كانتش لا هتوديك ولا هتجيبك، الكونفدراليه ما كانتش هتأهلك لكاس عالم. الفكره كلها انك انت كنت تاخد جائزه ماليه قدرها 4 مليون دولار تسدد الديون اللي عليك، لا اكتر ولا، وبطوله افريقيه تدخل دولابك في وقت كاننا خدنا كل البطولات. لان ما ينفعش تطلع بالمولد بلا حمص. ماتش سيراميكا اللي عمله معتمد جمال النهارده امام اتحاد العاصمه مطلوب منه انه يعمله في ماتش سيراميكا. شكرا، خلصت. ما انت ما تجيليش بقى تروح الجزائر بقى وتعمل نفسك جوارديولا هناك سيراميكا. لا، انت كنت محتاج نقطه هنا. هناك انت كنت محتاج تكسب وما تروحش لضربات الجزاء، لان احنا دايما في اغلب الوقت احنا غير موفقين في ركلات الجزاء. ده ما شاء الله محمد عواد لا يلام اطلاقا، ده بالعكس شال كوره خضتني انا شخصيا، حركتني من مكاني. الله يكون في عونه. كل التوفيق وكل الدعم لكم. اصل احنا كزملكاويه هنفضل ندعم لحد اخر يوم في نفسنا ولحد اخر يوم في عمرنا. احنا اتعودنا على كده، احنا اتعودنا على الشقه. اكتر جمهور شقيان هو جمهور الزمالك، اكتر جمهور عنده وفاء في الدنيا هو جمهور الزمالك. يعرف يعني ايه بطولة هو جمهور الزمالك، يعرف يعني ايه تشجيع ودعم ومساندة هو جمهور الزمالك. اكتر جمهور عنده روح هو جمهور الزمالك، اكتر جمهور عنده طولة بال هو جمهور الزمالك. ما هو لو جمهور الزمالك دول ما كانش هتحس ان ربنا كده يعني ايه خلقهم مختلفين عشان رزق النادي ده ان يبقى نادي جماهيري وشعبي ويفضل الجماهير كلها بتسانده لحد الاخر، مع انك بتتخاذل الاخر، بتضيع تعب الموسم كله في ماتشين. ان شاء الله باذن الله من الاربعاء نحتفل بلقب الدوري ال 15. السلام عليكم.